بشوف البروكلي في السوق ومش عارفة بيعملوا ايه البتاع الاخضر ده. تعالوا بقى اقول لكم على تالت وصفة من وصفات البروكلي السهلة والبسيطة، واللي نقدر نعملها بمكونات بسيطة جدا من بيتنا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. طبعا البروكلي غير القرنبيط خالص، يعني ده طعم وده طعم تاني خالص، يمكن نفس الشكل اللون مختلف لكن الطعم مختلف تمام. جبت البروكلي غسلته كويس جدا وقطعته لزهرات وسلقته دقيقتين اتنين على النار، وبعد كده حطيته في ميه بارده عشان خاطر ما يفقدش الاملاح والفيتامينات اللي موجوده فيه. عندي نص بصلايه كده قطعتها لجوليان او شرايح، تقدري برضو تقطعيها مكعبات زي ما تحبي، وحبايه واحده بس من الطماطم قطعتها لمكعبات صغيره، وتقدري كمان تبشريها بالمبشره. قرن فلفل حار او بارد ده يرجعلك. عندي شوية من الكرفس كده، عودين كرفس قطعتهم برضو اللي فرمتهم لناعم. ممكن تستخدمي بقدونس، ممكن تستخدمي كزبرة، ممكن تستغني عن الاتنين، برضو ده يرجع لذوقك. عندي كمان نص جزراية مش كتير، هبدأ برضو أبشرها ناعم بالشكل ده. يعني مكونات سهلة جدا وبسيطة جدا ومتوفرة عندنا في بيوتنا. عايزة فص واحد بس من الثوم، قطعته كده لقطع صغيرة، فرمته ناعم. عندي طاسة على النار، معلقتين زيت او معلقة زيت، حتة زبدية صغيرة كده، وبعد كده نزلت بشرايح البصل ياخدوا تشويحة كده على النار، تشويحة خفيفة. يعني انا مش عايزة لون البصل يغمق ولا لونه يصفر، انا مجرد ان هو يدبل بس. بعد كده هتبله بشوية ملح وفلفل اسود، عندي فص الثوم بقى هنزل بيه كده برضو، نقلب لحد ما يعني ياخد ريحة خفيفة خالص. نزلت بالطماطم والفلفل، الجزر المبشور، نقلب كويس. بعد كده هنزل بالكرفس، زي ما قلت لكم تقدروا تستغنوا عن الكرفس لو مش متوفر وتستخدموا مكانه بقدونس، مفيش اي مشكلة، او كزبرة خضراء. هنزل بقى بالبروكلي بعد ما قطعته لقطع صغيرة كده بالشكل دوت، وياخد برضو تشويحة كده على النار، ياخد من طعم الزبدة والخضار. بيضتين ضربتهم كويس وبدأت اوزعهم على الطاسة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو اول مرة تزوروا القناة. عندي هنا شريحة بس واحدة من اللانشون قطعتها بالتب بتاع الكريمة او بلح الشام، قال يعني سلامي، وبعد كده قطعت حتة من الجبنة الشيدر على الطاسة وغطيتها او حطيتها تحت الشواية لحد ما الجبنة تسيح. بس دي كانت الوصفة بتاعتنا، يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير. سلام.